أشرف وأعظم وأفضل مطلب تطلبه من الله عز وجل أن يعينك على الدعاء. أنت وأنا بغير عون الله عز وجل لا نسوى شيئا. يعني أنا وأنت لو ما طلبناش المساعدة من ربنا والله ما هنعرف نعمل حاجة. أنا عايزك بقى تعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية علمنا. دايما في دعائك وفي صلاتك تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. لازم تطلب من ربنا انه يساعدك على انك تعبده حق عبادته. انا وانت وجميع البشر اتخلقنا عشان نعبد ربنا عز وجل، فما فيش اجمل من انك تطلب من ربنا انه يساعدك انك تعبده حق عبادته. محمد صلى الله عليه وسلم كان بيطلب من الله العون في العبادة. كان دايما بيقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ربنا يعينكم على الطاعة ويعينكم على الذكر وعلى الشكر وعلى حسن العبادة. اعمل لايك وشير عشان تشاركنا في الأجر، وربنا يرزقنا ويرزقكم الجنة إن شاء الله. السلام عليكم.